مرحبا بكم في قناة واش فراسك للأخبار. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. أثار تعرض النجم المغربي أشرف حكيمي لإصابة خلال المباراة النهائية للدوري الأوروبي حالة من القلق والترقب وسط الجماهير المغربية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية المقبلة. وتساءل العديد من المتابعين عن مدى تأثير هذه الإصابة على جاهزية الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، وإمكانية مشاركته في المباريات القادمة مع أسود الأطلس، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه داخل تشكيلة المنتخب. وحسب المعطيات الأولية المتداولة، فإن الإصابة التي تعرض لها حكيمي لا تبدو خطيرة بالشكل الذي قد يهدد مشاركته على المدى البعيد، حيث ينتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة من أجل تحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب المحتملة، كما أن الطاقم الطبي لفريقه يتابع حالته عن كثب من أجل ضمان عودته إلى الملاعب في أفضل الظروف الممكنة. وفي انتظار صدور بلاغ رسمي من النادي أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة بشأن مشاركة حكيمي في المباريات المقبلة مع المنتخب المغربي، غير أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة إذا أثبتت الفحوصات أن الإصابة طفيفة ولا تستدعي فترة راحة طويلة، وهو ما سيشكل خبراً ساراً للجماهير المغربية التي تعول كثيراً على خبرة وإمكانيات قائد المنتخب. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.